المدني أن أنتقل بكم إلى الأخ محمد الساسي. تفضل. الإخوان والأخوات السلام عليكم. بالنسبة للأفكار اللي غادي نعرض عليكم قسمها قسمين. القسم الأول هو دور الموقف من الدستور الجديد في وجود الحكومة الجديدة. الخلاصة شنو هي؟ هو أن الموقف من الدستور الجديد كان أساسيا في ميلاد هذه الحكومة، لولا ذلك الموقف لما كانت هذه الحكومة ربما. القسم الثاني هو دور الدستور الجديد في ظل ولاية الحكومة الجديدة، يعني كيف يشتغل الدستور الجديد في ظل. الخلاصة التي أريد أن أنتهي إليها هي العودة إلى الأعراف. فيما يتعلق بالقسم الأول، دور الموقف من الدستور الجديد في وجود الحكومة الجديدة في عدة نقاط. النقطة الأولى هي أن الموقف من الدستور كان إشارة من حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والتنمية أصدر إشارة. هذه الإشارة إشارة ثلاثية، فيها عدم المشاركة في 20 فبراير في الحراك، فيها ثانيا التصويت بناء على الدستور، وفيها ثالثا عدم إثارة من الناحية الرسمية أي انتقاد بخصوص مجريات الاستفتاء. السؤال: هل كانت هذه الحكومة ستعين لو لم تكن هذه الإشارات الثلاث؟ إذن كانت إشارات تلقاها النظام. هذه الإشارات الغرض منها هو تقديم حسن النية والتعبير على أننا حيوانات سياسية أليفة. هذا لا يعني بأن بن كيران لمح أحيانا بأن الاستفتاء على الدستور فقط 50%، ثم من بعد اضطر إلى تصحيح ذلك. قال هو راه ما قصدش بأنه راه كانت غير 50% وشي شوية، حيث في واحد التصريح قال وعلى كل حال بصدد واش الرقم ديال 73% صحيح، واش الرقم ديال 98.50% صحيح. قال وعلى كل حال حنا فتنا 50%، هذيك وعلى كل حال فتنا 50%، اضطر من بعد انه يسحبها. بالنسبه للريسوني قال بانه 73% كطرح مشاكل، طرح تساؤلات حقيقيه، واش 73% المشاركه. ولكن مع ذلك حتى وابن كيران يقدم هذه التنازلات الثلاثة وهذه الإشارات الثلاثة، بقي يشكك في نوايا النظام حتى آخر لحظة، حتى ل6 العشية ديال نهار الانتخابات، نهار 25 نوفمبر. باقي العدالة والتنمية الخطاب ديالهم بصدد الانتخابات كله يحمل تشككات واحتجاجات وكذا على المجريات ديال العملية الانتخابية. إذا كان دائما هناك تخوف من أن يلجأ النظام إلى مناورة انتخابية تمنع البي جي دي من جني الثمار الانتخابية التي يستحقها. النتيجة كانت أن النظام قدم تضحية نفسية مفاجئة قبل بأن يكون حزب العدالة والتنمية في رئاسة الحكومة. وعلى كل حال يمكن أن نقول بأن بن كيران كان سيقبل هذا الدستور حتى ولو كان أقل مما جاء به، لأنه صاحب الأطروحة الشهيرة: نحمي الملكية والملكية تحمينا. دونك تعطى 3 الإشارات باش تلقى إشارة. ثانيا، لا تناقض بين نعم المبدئية والتدخل في النص. لم يعتبر حزب العدالة والتنمية بأن إعطاء نعم راها يعني تمنعه من التدخل في النص كما فعل الاتحاد الشراكي. النظام السياسي كان محتاجا إلى نعمين أساسيين: كان محتاج النعم ديال الاتحاد الشراكي، كان محتاج النعم بالنسبة للدستور ديال حزب العدالة والتنمية. حزب العدالة والنعم ديالو كتمثل إن شئنا واحد نوع من المشروعية الشعبية. نعم ديال الاتحاد الشراكي كتمثل التاريخ وتتمثل المشروعية الخارجية، لأنه على كل حال كما كتلاحظوا الآن الاتحاد الشراكي غادي كيوسع في الإشعاع ديالو الخارجي أكثر من الإشعاع ديالو الداخلي. نعم الاتحادية كانت مضمونة منذ البداية، لأن الخوف من مشكل تنظيمي اقتضى تقديم إحدى أضعف المذكرات، وبذلك تخلى الاتحاد الشراكي عن ريادته، لأن الاتحاد الشراكي كان صاحب الأفكار الجديدة، يقدم أفكار جديدة ب 20 عام ولا 10 سنين عاد كيقتنعوا بها الفاعلين الآخرين وكيتبعوا. هذا الريادة قرر
الاتحاد الاشتراكي، فتخوف من مشاكل تنظيميه، دار مذكره ضعيفه باش كيف ما جا الدستور يقول المناضلين ديالو واش شفتوا هو استجب الاشياء اللي كاينه فيها وتعداها. نعم ديال العداله والتنميه حتى هي كانت مضمونه، ومع ذلك تدخل للانتصار للايديولوجيه في انسجام مع تصور النظام، حريه المعتقد، اسلاميه الدوله، قضيه اسلاميه الدوله، قضيه حريه المعتقد، وذاك الثلاثي الدستوري اللي دخل راه ديال العداله والتنميه. ذاك الثلاثي الدستوري اللي كيقول في اطار تيجي يعطينا الحقوق وتيقول في اطار دستور البلاد ودستور المملكه وثوابتها وقوانينها. هاد الثلاثي بداو كيدخلوه فين ما كان شي حق. هذا راه من بسبب بغيتي الا سمحتوا غادي نقرا عليكم واحد الفقره من اطروحه المؤتمر السابع ديال حزب العداله والتنميه. ويترتب على ذلك اقرار مبدا الحريه العقديه يعني حريه العقيده وحريه الابداع وحمايه الحريات الفرديه والجماعيه، وانطلاقا من قاعده اللا اكراه في الدين التي هي قاعده ذهبيه قوامها انه لا يجوز ولا يمكن اللجوء الى اي شكل من اشكال الاكراه في الدين عقيده وشريعه واخلاقا، وان هذه القضايا تقدم بالاساس من خلال الاقناع والاقتناع، وأنها مجال للضمير والفكر والوجدان وليست مجالا لسلطة الدولة أو إكراه القانون. فإنه من باب أولى أن يشمل هذه القاعدة مجال الالتزام الديني حيث لا إكراه على العبادات، ومجال الثقافة حيث لا إكراه في الفن والإبداع، والسلوك اليومي للمواطن حيث لا إكراه في الزي وفي اللباس. حزب العدالة والتنمية دار هذا الشيء في الأطروحة وحيد حرية العقيدة من الدستور. دابا كيفاش يمكن لنا نفهموا هذه القضية؟ اشنو بالنسبه اليه دار هذه، ولكن هذه دارها في الاطروحه ما عندهاش انعكاس عليا وعلى المؤمن وعلى، ولكن هذيك اللي حيد من الدستور عندها انعكاس علينا، لان طوال الولايه الدستور طوال الولايه ديال هذا الدستور غنبقاو حنا عايشين في هذا. اذا لاحظوا الدرجه البراغماتيه اللي كيشتغل بها حزب العداله والتنميه. ولكن على كل حال الاتحاد الاشتراكي حتى باش يتدخل يزيد شي حاجه ولا ينقص، على كل حال عفارسوا من هذا لو فاردو. المساله الثالثه انسجام الموقف من الدستور مع التصور البنكيراني للملكيه، وهنا خص واحد النوع من التدقيق. هناك تمايز بين موقف بنكيران وموقف الحزب. المذكره ديال حزب العداله والتنميه الى حد ما متقدمه، يعني متقدمه على المذكرات ديال على منسوب المذكرات. راه ما كنهضرش على ما كندير جينا هنا في الجامعه باش نديروا الدعايه المذكره ديال حزب الاشتراكي الموحد، خليها جانبا ما كندخلوهاش كاع في هذا المجال ديال المقارنات. اذا كاين موقف ديال بنكيران وكاين موقف ديال الحزب، واش هذا تقسيم العمل هذا الشيء يمكن لنا نناقشوه. موقف الحزب متقدم نسبيا فيما يتعلق بتنظيم السلطات، ماشي فيما يتعلق لكن الحزب رسميا ما كيقولش الملكيه البرلمانيه، اعضاء فيه قالوا الملكيه البرلمانيه ووقعوا بعد سميتو اعضاء قياديين، ولكن موقف البنكيران على الخصوص مبني على الاحتفاظ للملكيه بادوار اهم بحكم التاريخ والخصوصيه. لا اريد ان اعطيكم الله امرنا بطاعه الملك، اذا لم يحبنا الملك في الماضي سيحبنا في المستقبل، نحن اصلح له من المحيطين، بعض المحيطين هم المشكله الى اخره. لا اريد ان ارجع الى هذا الخطاب والتصريحات وكذا ديال. اذا نحن اصلح اليه من المحيطين، وفي نفس الوقت نحن نقول انه الملك في نظامنا السياسي يجب ان يلعب ادوارا اكبر من الادوار المفترضه في النظام